ازيكم عاملين ايه؟ يلا نعمل مع بعض طريقة حلوة جدا للفراخ، تتبيلة جديدة، طعم جديد، وان شاء الله يعجبك، وسهل ومفهوش تريكات كتير، يعني مفهوش مكونات كتير. معايا جزر مبشور، معايا بصل مبشور، معايا ليمون متقطع، ومعايا قرنين فلفل اخضر، ومعايا معلقة توم. تاني: جزر مبشور، بصل مبشور، معايا ليمون متقطع، معلقة توم، قرنين فلفل، غير البهارات اللي هنحطها دلوقتي وهنقول لكم ايه هي وانا بحطها. تمام كده؟ تمام كده. والفراخ بتاعتي طبعا مغسولة ومتظبطة وريحتها زي الفل. ايه البهارات اللي انا هستخدمها؟ ملح وفلفل وكمون، والسبع بهارات فقط لا غير. ملح وفلفل وكمون والسبع بهارات لا غير. تمام كده؟ زي الفل. عايزة تضيفي فلفل ألوان لليلة دي ضيفي، عايزة تضيفي طماطم متقطعة صغيرة ضيفي، بس ده اللي أنا عملته وده اللي النتيجة طلعت لي عليه، والطعم كان تحفة تحفة تحفة. جزر مبشور، بصل مبشور، ليمون متقطع صغير، فلفل أخضر، معلقة توم. هنا جبت البول اللي هخلط فيها المكونات بتاعتي. الأول لازم أعمل الحركة دي قبل ما أتبل الفراخ أو قبل ما أحطها على الفراخ على طول. جبت بصل وحطيت عليه الجزر المبشور، وهنا الليمون متقطع صغير شرايح نصين، وفلفل اخضر، ومعلقة توم، وابدأ افرك كله مع بعض. عايزة البصل ينزل كل المية بتاعته والجزر ينزل كل المية بتاعته. هنا ضفت كمون، وهضيف فلفل وملح وسبع بهارات، دول السبع بهارات. معلقة ايه صغيرة مليانة كده من الحاجات دي. تمام كده. دول شوية فلفل، ولسه هزود فلفل تاني. ادي الملح. الملح هتشوفيه من بره كده تقولي كتير، بس هو مش كتير ولا حاجة. هنا انا كنت بجيب الفلفل. الطريقة دي يا جماعة جربتها، تحفة تحفة تحفة. والله العظيم طعمها جميل ومختلف، والليمون مديلها طعم مزازة كده رهيب رهيب رهيب. هنا ضفت بقية الفلفل اهوت. يبقى انا حطيت بهارات ايه تاني؟ ملح وفلفل وكمون وسبع بهارات. بس سبع بهارات زي من اسمها، يعني هي سبع انواع توابل، فمش مش محتاجة ازود يعني. عايزة تضيفي ورق لورا ضيفي، عايزة تضيفي حبة هنضيف، اللي عاوزة تضيفيه ضيفيه، محدش هيقولك لا. عايزة تضيفي الزيت ضيفي، بس هي كده كده اصلا الفراخ بتنزل كمية دهون مش طبيعية، فما تحطيش زيت. تمام. انا بفرك الخلطة مع بعض كويس اهو، واضح يعني، عشان البصل ينزل ميته، الجزر ينزل ميته، يشرب من التتبيلة اللي انا حطيتها: ملح فلفل كمون سبع بهارات. بعيد وازيد عشان ايه؟ تاخدوا الطعم اللي انا خدته وعجبني، ان شاء الله هيعجبكم. هنا جبت الفراخ بتاعتي اهوت. هجيب السكينة واغرس فين؟ في الصدر كده من فوق، او الكتف زي ما بتقولوا. فببدأ اغرز اهو عشان خاطر ايه؟ تاخد من التتبيلة. بغرز تحت الجلد، مش في الجلد نفسه، ما باخدش الجلد معايا في التغريز يعني. بس هبدأ بقى ايه؟ احشي تحت الجلد وافرك اللحم اللي عندي بالخلطة زي ما انتوا شايفين كده. هحشي وافرك، واحط ليمون تحت الجلد. ما شاء الله الخلطة كتير، وحط ما تستخسريش، وان شاء الله الطعم هيعجبك. طعمها روعة، طرية وتحفة تحفة تحفة. اهو بحط في الحشوة بتاعتي ليمون، عشان الليمون ده اللي بيديلها مزازة ويخلي طعمها حلو. مش عاوزة تضيفي ليمون، ما تضيفيش ليمون. خدي بصي الفكرة ونفذي بالطريقة اللي تعجبك. تمام. يعني خدي الفكرة مني، والمكون اللي مش عاجبك شيليه ما تحطيهوش. انا بديك طريقة من مليون الف طريقة يعني. بحشي تحت الجلد وبفرك اللحمة بتاعتي. هحشي كل الكمية اللي عندي، وهجيب الصينية احط فيها بقية الحشوة، وادخلها الفرن درجة حرارة 250، لا هي عالية ولا هي واطية. تمام. اهو انا كده خلصت الكمية اللي عندي. هجيب بقى الصينية وايه، وابدأ احط فيها وادخلها الفرن زي ما قلت لكم، وتكون متغطية اول شوية عشان خاطر تستوي، لان اللحمة بتاعتي كبيرة.
فلازم اغطيها عشان تكمل السوا بتاعها، وبعد كده اشيل الغطا من عليها واسيبها تاخد ايه لون. انا هنا جبت الصينيه بتاعتي اهوت، وهضيف بقيه الخلطه بتاعتي تحت كده كنوع من انه عشان ما تلزقش وكده. وابدا اضيف الفراخ بتاعتي مش على جلدها، على الوش، على اللحم بتاعها، اللحم هو اللي لامس الصينيه. باخدها وهي مليانه بالخلطه بتاعتها كده، وايه واظبطها. ما تزوديش ميه، لان هي اصلا كل خضار ده هينزل ميته في الفرن، وهتبقى محتاجه اصلا تصفيها من الميه. انا صفيتها من الميه وبعد كده سبتها تتحمر. اهي كده بعد ما خلصتها. الليمون شكله تحفه وطعمه تحفه بصراحه. كنت اول مره اجرب حشوه يعني تتبيله فيها شرايح الليمون، كنت خايفه انه يمرر، بس الطعم تحفه. على الفرن يلا ونشوفها بعد ما طلعت. اهي بعد ما طلعت شايفينها. والله انا مرضيش اغمق اللون بتاعها التحمير يعني عشان ما تنشفش مني، بس الطعم تحفه تحفه تحفه. واصلا بعد ما خلصت ده، يعني هنا من كتر البخار جه على الكاميرا فكنت بمسح. بعد ما خلصت ولعت فحمايه وجبتها في طبق، حطيتها في النص وحطيت شويه زيت وسبتها بالهنا والشفا.